كده اوكي الفيديو شغال معايا. طالعين احنا كمجموعه كلنا. لسه بتجهزي حضرتك عشان هنتكلم مع بعضنا مره واحده. هتوقفي كده. بس نقف كده عشان نبلهم. ايوه اللي هتشتري. هو عايز يسد الفجوه عايز يعرف ايه اللي ناقص في البلد بالظبط. ماشي. احنا معاه احنا معاه انا معاك في الحته دي. انت كده عجزتنا في حاجات ثانيه. ايوه ده معجزنا خالص. لا لا مش تعجيز ولا حاجه، احنا عايزين الفاتوره تمشي. ماشي اوكي. اتفضلي بقى حضرتك. كده شغاله معاكي طول ما الثواني دي شغاله. طيب. لو دوست على الزرار ده هيفصل او طيب. الزرار ده هيفصل. انا لا الانسه بتصور. طب سبع الموضوع ده. كذب في كذب وهكذا. صور الناس دي ولا لا؟ احنا كده جايين بالبلد. خليكي مستخبيه، البسي النقاب وخليكي ورايا. لا احنا كتبنا الاسامي بس لسه ما اتفضلوا بقى الحوار. لما نعرف احنا انا اسمي احمد. يعني اللي هيجيبها ابراهيم عيسى. المفروض ان هو ينزل النهارده. نازل على التلف. المفروض ان هو شرايح معايا ازاي؟ الشريحه الاولانيه كده في السماعات. ماشي. الشريحه الاولانيه اللي هو 10 فدادين بالنسبه للشباب. كل واحد هيدفع 5000 جنيه. المفروض ان شروطها اللي هي كراسه تتخصم من قلب الايه؟ المبلغ الاجمالي اللي المفروض ان هو يخش بيه. جينا كلنا لقينا الكلام ده مش موجود. معايا ازاي؟ ايه اللي موجود؟ ان هم هيعملوا نظام ايه؟ نظام شركات. يعني احنا نجمع بعضنا، مجموعه ما تعرفش بعضها، معايا ازاي؟ نجمع بعضها تعمل شركه بناء عليه. المشكله مش في كده، احنا ممكن كلنا على ان احنا جايين لنا هدف واحد، معايا ازاي؟ فمش دي المشكله، المشكله في ال في في ال في في ان في ان المبلغ اللي هيدفع. انا جاي اعمل حسابي 5000، ما نعرفش حد كل واحد جاي هيجيب ال 5000 دول ازاي؟ معايا ازاي؟ لما يطلق بشاب يدفع 5000 جنيه وهو متخيل ان 5000 تقيله عليه. معايا؟ هو متخيل ال 5000 جنيه تقيله عليه، اما تيجي تطالبني بالفدان الواحد بتحدد لي ان انت تاخد المجموعه من 10 ل 23، هتاخد المجموعه مزرعه حوالي 238 فدان. سعر الفدان بيختلف من منطقه لمنطقه. سعر الفدان 45000 جنيه. معايا ازاي؟ 45000 جنيه اضربيهم حضرتك في 238 فدان يطلعوا 10 مليون و700 710 عشان يبقى كلامنا تحرير. يعني انت بتتكلمي في 10 مليون و710، المفروض ان انت تدفعي كام منهم؟ الربع. معايا ازاي؟ حسب كلامه وصلنا ل 40% اللي هو 5% في الاول، وبعد كده 10%، ايوه، وبعد كده ال 25% اللي هم الوديعه. معايا؟ تمام. عشان تدفع 25% وديعه و15% يعني 40%. 40% ده احسبي من 10 مليون يقف على 10 شباب. معايا ازاي؟ او سين حتى 23 الحد الاقصى هيتقسم عليه كام عشان يحطهم، وفي النهايه كده كده ال 25% هو واخدهم بعد 3 شهور. طب انت بتحط لي البند ده ليه؟ عشان جديه التعاقد. تقول لي يوم التعاقد يوم ما هتمضي العقد يوم ما هتاخد ال 25%. طب ما انت عارف ان انا شاب مش لاقي، ده انا جاي لك رايح الصحراء. معايا ازاي؟ اذا كان في شق وطني عشان خاطر الزراعه وعشان خاطر بلدي، معايا ازاي؟ وفيها شق برضك شخصي ان انا مش مؤمن. معايا ازاي؟ مش يعني لانك انت مش هتاخد حد موظف، مش هتاخد حد مؤمن عليه، يعني معنى كده ان انت هتاخد واحد مش شغال. معايا ازاي؟ يبقى انت ما بتطلبوش زي الشقق بتقول له انا عايزك تثبت دخلك. ايوه، معايا ازاي؟ هيجيب لك الدخل ده كله منين؟ هيجيب لك التقديمه دي كلها منين؟ معايا ازاي؟ طبعا هنا ما عندهمش معلومات، هنا الاكتر اشتري الكراسه الاول وبعد كده ايه؟ هتعرف المعلومات منها. هدفع لك 5000 جنيه. معايا ازاي؟ 5000 جنيه وانت بتقول لي اقرا منها، وفي النهايه لو ما نسبتنيش الشروط دهيت،
ارجعها لك تاني؟ هترجعها بس تخسر 1000 جنيه. يعني انا عشان اسالك جوه في البنك يعني انا عشان اسالك جوه في البنك ادفع 1000 جنيه لمجرد السؤال؟ بالنسبه في نقطه اللي انا عايز اشيرها بالنسبه ان هو الفدان ثمنه 45,000 جنيه. لما يكون 10 فدنة لكل شاب اللي هو بيقولوا عليه صغير اللي في الشارع او اللي هو الشاب الصغير، لما يكون 45 في 10 اقل حاجه ب 450 بيلزمني ان انا ادفع دلوقتي 40%. شوف ال 40% من 450 يساوي 200,000. طب انا مستثمر صغير ولا مزارع صغير اجيب منين ال 200,000 دلوقتي لسه ما زرعتش؟ هم على كام فرد يا استاذ؟ على كام فرد؟ على 10 افراد لهم 238 فدان. ايوه ماشي. طب انا عايزين نعرف لما كل البند 10 اساسا افراد ناخد كل واحد بند 10 فدادين اللي هي كانت نازله هياخد منهم عدد 23 فدان، يعني 24 فدان الا. فدي مجزيه بس صدقوا ممتازه. تاخد 10% لو سمحت 10 مين؟ انت معاك 200,000 جنيه 10 فدان. ايوه انا بقول 200,000 جنيه قال كده يا فندم. هاتوا كراسة الشروط وراها كويس. لو سمحتوا هاتوا كراسة الشروط من غير ما نعمل بلبله ارجوكم. طب انت بقى يا مسلم الموضوع ده انا لبيته ولاد اخواتي وهشترك فيه. هاتوا كراسة الشروط وراها كويس. انصدى هدي لك ارض مستصلحه جاهزه. كامل فدان ب 50,000 جنيه. ما انت هتدفعها على كام ثانيه يا استاذ؟ يا باشا انا هدفع 40% منها. قبل وانت لما تجيب كراسه روح اسال طيب استنى يعني من غير ما نتكلم قبل ما تزرع يا ريت قبل ما نعمل بلبله لسه المسؤولين. استنى بس انا جاي من الفرافره. مين قال الفرافره لسه مين؟ انا عايز والكراسه بتاعت الفرافره. لا هنا اهو يا فندم انت معاك 40,000 جنيه. مش عاوزين كلام بالمنطق. بالمنطق نقرا الاول ونسال المسؤولين عشان ما يبقاش اشاعات. لحظه واحده لا لا اتفضل حضرتك بتقول بلبله. البلبله دي جايه منين؟ من ايه؟ هات ورقه. وايه البلبله اللي اتقبضت؟ انا شايف المشروع ده كويس. طب بدي لك ارض صفحه ممتاز وبعدين كبير فيها. لا يا فندم ممكن تسمعني عشان انا شايف ان هو ممتاز. وبعدين واحنا كسبانين منه في جميع الحالات. معايا ازاي؟ بس انت مش مديني المعلومات، انت بتقول لي الشروط الاول. انا يا فندم موقعك مدينة نصر الحقيقي. طيب يا فندم ما انا رايح ماشي. قبل ما يعمل اللقاء بقى نروح الاول نستفسر من المسؤولين اللي هم هناك نعرف هنا مش عارفين يجيبونا عشان هم يا دوبك ايه حساب. ده هو حساب هنا مش بيبيع حلو قوي. صح. نروح الحي كامل. هو ده اللي احنا قلناه. ماشي. ما نعملش لقاءات صحفيه ونوصل سلبيات. انا عامة احنا قاعدين هنا متجمعين مع الشرطة ومتجمعين معاهم جوه، وهم عارفين ان احنا متجمعين هنا اهو عشان اللي مش فاهم بند من اللي انا خدت بيانه، لان انا الوحيد اللي كتبت بوافيهم. معايا ازاي؟ اللي عايز عنوان جم هنا وقفوا عشان احنا نديك العنوان عشان اديك كذا. معايا ازاي؟ الورق استنى بس هكمل كلامي بس الاول. مش انا سمعتك. معايا اصل كلمه بلبله دي يا جماعه كلمه مصيبه. انت عارف يعني ايه بلبله؟ يعني احنا ضد الوطن ده. يعني احنا ضد اساسا. لا طبعا ده بلدنا. لو سمحت بدون معلومه يقينيه. لا لو سمحت انا قلت ايه؟ دخلنا البنك جوه. معايا ازاي؟ سالناه عن اي معلومات قال لك اشتري كراسه الشروط الاول وانت تعرف منها. انا كشاب هستلف المبلغ ده عشان خاطر ان انا اخش اشتري ده. انت تعرف انا اجيبهم منين؟ ما تعرفش. عشان اسالك سؤال، اشتري كراسه الشروط ب5 ولو ما عجبنيش الشروط ارجعها لك ب4. رد انت عليا. يا فندم نروح شركه ريف مصر الحقيقي تعمل بدل 5,000 جنيه ما تدفعهم. حلو كويس ادفع 5 جنيه مواصلات هتروح تعرف كل حاجه. ما كانش عايزين يدونا العنوان وبرغم ذلك لا الراجل ادوني. لا الراجل ادوني على طول. انت الناس كلها اهو. خلاص ادينا العنوان والمواقع والسايت بتاعه. يا فندم ما تسمعني اهو العنوان مكتوب معايا اهو. جمعنا المجموعه يبقى احنا وقفتنا هنا مش عشان ان احنا نعمل لقاء صحفي، احنا وقفتنا هنا عشان احنا بنجمع بعضنا زي ما انت شفت الاسماء ده ايه، عشان خاطر ان احنا لو احتاجنا مجموعه هنتفق في منطقه واحده يبقى احنا معنى كده مع بعضنا. حضرتك عامل لقاء وتقول سلبيات. انت جيت واحد جاي سال معايا ازاي؟ انت راجل صاحبي دخلت حبيت تسال ايه اللي دار ما بيننا معايا ازاي؟ مش معنى انا برد عليك، مش معنى سمحت لنفسك ان انا ارد عليك. رد عليا. سمحت لنفسك ليه؟ ما تظهرش سلبيات. فين السلبيات اللي موجوده؟ لا انت بتقول سلبيات موجوده ما عندكش معلومه يقينيه. فين السلبيات اللي انت الوحيد اللي قلت معلومات. رد عليا. انت الوحيد اللي عندك معلومات. بص انا نفسي اللي يقول كلمه يقول انا غلطت. لا حضرتك قلت ماشي حضرتك قلت سلبيات. ايه السلبيات اللي انا نطقتها؟ ايه السلبيات اللي انا نطقتها؟ ايه الارقام اللي انا قلتها؟ حدد لي يا جماعه لو سمحتوا حد يحدد لي مع السلبيه انا قلتها في كلامي.
حد يحدد لي كلام انا قلته مش مناسب. هو اللي اتقال جوه. ما يجيش واحد من ضمن 10,000 يبقى صوته عالي والكل واقف ساكت. لا طبعا. احنا هنا واقفين وقفه محترمه، زي ما وقفت مع الراجل دوت جوه البنك واتكلمت معاه، زي ما وقفت مع الراجل دوت وجاي خرج ورايا عشان يعرف مني معلومه محترمه. معايا اللي عنده كلمه وعايز يهيج الموضوع زياده لو سمحت يخليها لنفسه. انا ماشي. احنا احرص الناس على البلد. ما بالظبط كده، هو مجرد انه شاف الصحافه واقفه بتصور